مساء الخير، معكم محمد الشريف. النهاردة السبت 30 يناير 2016. ده مرة تانية سؤال جالي على Ask FM. السؤال ليه علاقة بموضوع نقابة مهندسين البرمجيات اللي كنت بتكلم فيها على الفيسبوك بقالي بتاع حوالي أسبوع كده. فأنا بس هلخص المشكلة وبعدين أخش في تفاصيل السؤال. المشكلة حصلت ان هو في مشروع قانون بقاله كذا سنة بيتحاول يتقدم مع كل البرلمانات اللي فاتت. مشروع القانون طبعا نفسه كفكرة قضية ان يبقى اللي هم خارجين كلية حاسبات ومعلومات يبقى ليهم نقابة، ده شيء ما فيهوش خلاف. انا عن نفسي لو انا ادعم المشروع 100%. كل يعني مهنة من حقها يكون ليها نقابة، او كل كلية مثلا خارجينها ليهم نقابة بترعاهم يعني. انا نقطة الخلاف في فصل معين في القانون المقترح بتتكلم عن مزاولة المهنة، وبتتكلم بطريقة تخلي الموضوع يأثر على الصناعة. وجهة نظري، أنا بتكلم تاني من وجهة نظري من اللي شفته في الدنيا في خلال 10 سنين اللي فاتوا. مشكلة القانون واضحة جدا في فكرة إنك أنت بتحط مؤسسة اللي هي في الحالة دي نقابة مهندسين البرمجيات تبقى هي اللي عندها السلطة إنها تقول مين يقدر يشتغل في المجال بتاع البرمجه ومين ما يقدرش يشتغل. مشكله حاجه زي كده طبعا اولا انها سابقه مش موجوده في الدنيا يعني حتى الدول اللي فيها مؤسسات بتبقى ممكن تروح تاخد منها سيرتيفيكيشن مثلا او تروح تقدم فيها او كده، مبدئيا بتبقى اختياريه. يعني مفيش اجبار من الحكومه مثلا، او مفيش اجبار من حد عشان تروح تشتغل تاخد تصريح. فبتبقى مجرد انها زي مسوغ لوظيفه معينه. يعني ممكن تكون وظيفه مثلا في حكومه او في حته وظيفه محدده، بتقول لك من ضمن مسوغات الوظيفه دي انك تكون سيرتيفايد من الناس الفلانيين دول، او عضو في الهيئه الفلانيه دي. من النقطه الثانيه بقى كمان انك انت بتبقى عضو في الحاجه دي، يعني بتروح تجتاز شروط العضويه وتبقى عضو في المكان ده، ما بتبقاش مجرد واحد واخد تصريح. انت بتبقى عضو فيه. معنى عضو انك انت تقدر مبدئيا تترشح في الانتخابات بتاعتها، او انك انت تروح تصوت على انتخابات. يعني حتى من باب المنطق لو في حد من حقه ان هو يقول لك انت ينفع تشتغل في الحاجه دي او ما ينفعش تشتغل في الحاجه دي، يبقى انت ليك برضو حق انك انت تحدد مين البني ادم ده. ما يبقاش التحكم من اتجاه واحد كده، يعني مفيش اي. طب افرض فجاه جاء لو انت مثلا تخيلت ان النقابه دي موجوده وفجاه جه مجلس اداره للنقابه دي راديكالي جدا وقال لك مفيش حد هيشتغل من المجال ده غير الناس الخارجين من حاسبات مثلا، هتقدر تعمل ايه ساعتها؟ فلازم يكون في طريقه ان الناس تاخد وتدي مع المجال، مع الموضوع، مع الجهه دي. فلو انت حاططها ان الجهه دي هي نقابه بالشكل التقليدي بتاع النقابات اللي هي بتاعت خريجين كليه واحده، ده مش ما ينفعش باي شكل. يعني في امثله اخرى نقابات موجوده في مصر مهنيه برضو وبتنظم المهنه كل حاجه، واعضائها ممكن يكونوا من اي حته ما دام بيشتغل في المهنه، زي نقابه الصحفيين، زي نقابه المرشدين السياحيين، زي نقابه التشكيليين، زي نقابه المهن السينمائيه والمهن التمثيليه. دي نقابات كتير، اي واحد ممكن تكون من خريج من اي حاجه. هي مشكلته انت خريج من ايه، واهم حاجه ان تكون بتشتغل في المجال ده وبروفن في المجال ده، وممكن تروح تقدم في النقابه لو عايز. لو مش عايز دي كمان حاجه تانية، ممكن مش لازم اصلا. يعني نقابه المهن التمثيليه مش لازم تروح تبقى مشترك فيها يعني، وتشتغل عادي. يعني في يعني احنا مش بنتكلم في حاجه اوت اوف الدنيا يعني. فبقول لو انت يعني مصر على انها تبقى نقابه، ممكن تعمل بالنظام ده. او الحل التاني انك انت تعملها نقابه نقابه لخريجين كلياتك وخلاص على كده. يعني انت هدفك ما يبقاش موضوع مزاوله المهنه ده، لان الموضوع ده هيعمل مشكله كبيره. انك انت دلوقتي تبقى بتتكلم في انك انت بتخدم الناس اللي هم خارجين من الكليه بتاعتك وتوفر لهم كل حاجه، وتطلعهم بقى مسميات الوظيفيه اللي انت عايز تطلعها. عايز مهندس برمجيات، عايز تعملهم اللي انت عايزه يعني. كل ده ممكن تعمله من غير ما تضطر انك توصل لمرحله مزاوله المهنه دي. يعني المسمى ملوش علاقه بمزاوله المهنه، يعني الاثنين ملهمش علاقه ببعض يعني. فعشان كده انا النقطه اللي انا حاسس ان هي محوريه يعني في موضوع النقابه ده، ان في خلط اوراق. وده اللي موقف حال النقابه او مشروع النقابه ده بقاله سنين. انك انت بتحاول تعمل هدفين في نفس الوقت، واحد منهم عليه خلاف شائع رهيب، وواحد تاني الناس متفقه عليه. ما تطلع باللي متفق عليه الاول. يعني اللي هو انت دلوقتي عندك مشكله انك ما عندكش نقابه خالص، او عندك نقابه العلميين اللي انت مش عايز تنضم ليهم، اطلع بالنقابه. روح قول انا هعمل نقابه لمهندسين البرمجيات، وادي مشروع نقابه وخلاص. ليه تدمج معاها مزاوله المهنه في مهنه اصلا ما فيهاش مزاوله مهنه في اي حته في الدنيا؟ احنا مش بنتكلم في مصر بس، احنا بنتكلم في امريكا وفي كندا وفي الهند وفي الصين وفي الاتحاد الاوروبي وفي استراليا. ما فيش حته في الدنيا عندها
فكره مزاوله المهنه في مجال البرمجه. الشيء بالشيء يذكر يعني stackoverflow.com اللي هو يعني واحد من اكبر سايتس في العالم بيخش عليه مبرمجين كلهم في الدنيا، يعني بيعمل سيرفي كل سنه استقصاء كده لكل الناس، فالنتيجه بتاعته لسه طالعه بتاعت 2015. ففي واحد من ضمن الاسئله دايما بيبقى موجود اللي هو هل حصلت على اي دراسه اكاديميه في مجال البرمجيات؟ 48%، يعني تقريبا النص، 48% من المشاركين في الاستقصاء ده ما خدوش اي دراسات او درجات علميه في مجال البرمجيات. فانت بتتكلم في ان ده حاجه على المستوى العالم، احنا مش بنتكلم في دي حاجه مثلا ظاهره في مصر بنحاول نحلها، لا ده العالم كله كده. العالم كله في مجال البرمجيات هو مجال فيه ملكه تسقلها بالدراسه بقى، انك انت انك انت بدل ما تضيع عمرك في جامعه تانية وانت مش، او في كليه تانية وانت مش حابب المجال وانت عارف كده من بدري. انت مثلا وانت في ثانوي انت بتحب، عارف انك انت ناوي تدرس برمجه وبتاع، فتستغل الفرصه وتخش حاسبات ومعلومات، تخش هندسه، تخش علوم، تخش المهم درست اللي انت عايزه. او لو انت مثلا ممكن تكون لسه ثانويه عامه وبتاع وما تعرفش قوي انت ايه اللي بيعجبك، فدخلت اي كليه وخلاص، وبعد كده لما جات لك فرصه احتكيت بالمجال بشكل ما، اكتشفت انك انت كويس فيه يعني، فابتديت تخش فيه وتخصصت فيه. حتى نفس الحكومه يعني نفسها اكتشفت الموضوع ده من بدري لما عملوا المشاريع زي الاي تي اي والام سي اي تي، ان هم يحاولوا يحركوا البطاله اللي موجوده في مجالات تانية لمجال البرمجيات اللي محتاج ناس. فطبعا انك انت تيجي بقى في وسط ده وتروح انت جاي تقول له لا انا بقى هقف في النص عشان اقول مين يشتغل مين ما اشتغلش، واقعد بقى اعمل امتحانات للناس واخد تصاريح وبتاع. فطبعا ده كلام صعب قوي يعني. نرجع تاني بقى للسؤال الاصلي اللي كان جاي على اسك اف ام. السؤال كان بيقول ايه اللي ممكن نعمله كطلبه علشان نعدل في قوانين مزاوله المهنه بتاعه النقابه؟ انا في رايي ان اول حاجه لو انت طالب، انك انت وانت طالب دلوقتي تبقى متاكد 100% انك انت لما تخرج هتشتغل مع كل انواع الناس اللي شغاله في المجال. هتلاقي اللي خريج حاسبات ومعلومات، هتلاقي اللي خريج اي يو سي مثلا، هتلاقي اللي خريج هندسه، هتلاقي اللي خريج علوم، هتلاقي اللي مش خريج حاجه بالمنظر ده، يعني خريج مثلا سياحه فنادق، زراعه، تجاره، حقوق، وخريج مثلا اي تي اي بس، او ناس ممكن ما يكونش خارجه يعني حتى ما دخلتش اي تي اي ولا حاجه بس هو كويس. هتلاقي الناس اللي هي مثلا ما دخلتش جامعه اصلا، يعني مثلا دروب اوت من الجامعه في مصر حتى دي بتحصل كتير. يعني تلاقي مثلا حد دخل كليه ما عجبتوش قوي، يعني بعد سنتين ساب الكليه كلها وهو بيشتغل كويس في البرمجه ومكمل وحاله ماشي يعني. فهتلاقي كل حاجه. فما تبقاش متخيل ان الناس دي بتاخد حقك. هي في الاخر ده هو ده المجال. احنا مش بنتكلم في ان دي بدعه في مصر زي ما قلنا قبل كده يعني. كدليل يعني السيرفي اللي كان بيطلع من ستاك اوفر فلو واللي احنا بنشوفه كله عمرنا حتى بره هنا، يعني مش حاجه غريبه يعني. اللي عايز بس انك كطالب تفهمه ان الكليه عمرها ما هتضمن لك شغل، اوكي، ولا النقابه عمرها هتضمن لك شغل. يعني ما احنا مثلا انا خريج هندسه، عضو نقابه المهندسين، عمري ما الكليه دي النقابه عملت لي حاجه في الحياه يعني. حتى لما كنت اشتغل في مصر، يعني انا ما اتولدتش اشتغلت في امريكا، يعني انا قعدت اشتغل في مصر مثلا بتاع 3 سنين وشويه. طب كلها حاجات انا اخش انترفيو زي غيري يعني. ما تحطش في بالك قوي الكلام ده يعني. فتبقى بس ريكوجنايز الواقع، ما تحاولش انك انت تصدق الكلام اللي بيتقال لك سواء من الدكاتره ولا من اي حد ان هو انتوا المجال ده بتاعكم انتوا بس، او المجال ده هو ان انتوا بس الوحيدين اللي حقكم تشتغلوا فيه، لان ده مش الواقع. يعني انت لو فضلت تصدق الموضوع ده انت اللي هتتعب، لان ده عمره هيبقى الواقع. وحتى لما هتيجي تسافر ولا لو سافرت بحته تانية هتلاقي الدنيا كلها كده برضه. فتكون موضوع انك انت هتحارب على قضيه مش عايز اقول خسرانه بس هي مش موجوده اصلا، يعني فاهم يعني. هو انت بتحاول تختلق قضيه مش موجوده في الحياه يعني حاول انك انت تستثمر الوقت ده في انك انت تنمي مهاراتك اللي تخليك مؤهل للعمل. لان برضو احنا كلنا دخلنا الكليات وكلنا عارفين الماده العلميه بتدرس في الكليات بتبقى ماده نظريه، بيبقى فيها جزء كبير طبعا تطبيق اللي هو مشاريع التخرج ومش عارف ايه الكلام ده، بس في الاخر الشركات بتدور على حد جاهز انه يشتغل. فحتى انا لو انت متابعني على اسك فهم هتلاقي ان اغلب الناس تسالني اي سؤال بقول لك اشتغل. اول ما حد يسالني طب اعمل ايه اقول له اشتغل. مثلا انا عندي وقت في الصيف اشتغل. لا، اهم حاجه انك انت تشتغل، ده الاهم من اي حاجه. فما بقاش متخيل ان الجامعه هي اللي هتشغلك، لا مجهودك هو اللي هيشغلك. فاهم حاجه انك انت وانت طالب النهارده تبقى عارف الحقيقه دي. لما حد يتكلم معاك ويحاول يقول لك لا المجال ده بتاعنا او المجال ده مش لا، او الناس دي ما لهمش حق، او الناس دي بياخدوا كورسين ويجي يشتغل، الكلام ده مش واقعي. لو هو قادر ان هو بياخد كورسين ويشتغل نفس الشغلانه انت بتشتغلها، يبقى هو مش غلطان، هو كان عليه مش غلطان.
هو المجال مش محتاج اكتر من كده يمكن، او الشغلانه اللي هو دخلها مش محتاج اكتر من كده. اكتر ناس اشتغلت معاهم في مصر يعني اللي هم كانوا توب اوف ذا توب، يعني كان فيهم كتير مش خريجين هندسه ولا خريجين حاسبات ولا خريجين اي حاجه. هو بس عنده الملكه كويس وبيشتغل كويس وما عنده مجهود وفاهم الصناعه وكل حاجه. بس فانا برضو طولت عليكم المره دي شويه، بس يمكن هو الموضوع انا بقى لي فتره فيه يعني. فانا هحط بقى اللينكات المهمه في الموضوع، يعني هحطها في الديسكريبشن. هتلاقي لينكات غالبا عن الستاك اوفر فلو سيرفي اللي انا اتكلمت عنه، هتلاقي لينكات للموضوع الاصلي اللي انا حطيته من حوالي اسبوع كده على الفيسبوك يعني. فلو انت حاسس ان لو انت عندك اضافه يعني الموضوع، انا بتكلم مع الناس بقالي اسبوع او شويه، فما عنديش مانع طبعا انا اخش في مناقشات معاك. فبس ده اللي انا كنت عايز اقوله يعني. يلا تصبحوا على خير.